السلام عليكم يا عمي. ازيك يا عم احمد؟ ايه اخبار؟ ازيك يا اخوي؟ ازيك؟ رسالة. دي هنقول رسالة بقى، هنقول رسالة لحبايبنا. الثقة في الله. ايه؟ حاجة متعة متعة تبقى واثق في ربنا سبحانه وتعالى. مش ربنا قال في الحديث القدسي يعني ما الإنسان يكون كويس وبيعرف ربنا صح يكون عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. فلازم يبقى عندنا ثقة بالله. الثقة بالله دي يعني سبحان الله تبقى الدنيا كلها ضدك والدنيا مش معاك والدنيا معاكساك لكن انت عندك ثقة في ربنا من حبك في الله، عارف ان كل دي حاجات بتحصل لك عشان تبينك، وانت راضي وصابر وهتبقى ان شاء الله من الصابرين في الجنة. ها؟ وتلاقي الابواب مقفله في وشك، وتلاقي الصاحب مش واقف في ظهرك، وتلاقي اختك تقول لك مش عارف ايه، وتلاقي واحد تعرفه معاه ملايين الدنيا وتكلمه. ما الناس دي اسباب، خلي بالك. دي ما لهاش دعوه بالثقه في الله، دي اسباب ربنا بيجعلها في الدنيا. يعني انت مش بتستلف معنى كده ان انت لا، ده سبب من الاسباب اللي ربنا حاططها في الدنيا. معاه فلوس الدنيا ويقول لك منين؟ ده احنا معناش، ده احنا مفيش. تلاقيه ممكن يكون بيروح خمارة وينقط للرجاسة بدولارات وبجنيهات، ويجي عند الست يعني اللي بتبيع فجل تقول له الحسبة ب5 جنيه، يقول لا انا هاخدها بجنيه. في ناس كده، في ناس تحاول تقف ضدك، في ناس تحاول تظلمك، في ناس تحاول تيجي عليك، في ناس تحاول تنفدك من شغلك يعني. بس انت عندك ثقة بالله لانك انت ما بتعملش حاجه غلط. يعني تعالوا لو لكم حاجه عندي تعالوا خدوها. لكن ربنا سبحانه وتعالى موجود. ممكن والله العظيم. طب انت كده، او انت يا اختي، او انت يا اخوي، ما كنتش في يوم ما كانش معاك فلوس ونايم ودمعتك على خدك او دمعتك على خدك عشان مش لاقيه، وتصحى الصبح تلاقيها مفروجه؟ ما هي من الله، فرج من الله، ثقه. لازم احنا قلبنا من جوه يبقى قريب من ربنا. عارفين انتوا الاستاذ اللي قال للطلبه انتوا تقدروا تمشوا على الميه بس تقولوا توكلتوا على الله بجد؟ فجاه عيل كان متوكل على الله بجد، ربنا يبارك له، قال توكلت على الله، نزل يجري على الميه. سبحان الله، الثقه بالله. ما عندوش اي حاجه تقول له ان هو ممكن يقع، اللي هو ممكن يغرق. لا، هو عارف، هو لو قال وعارف انه ربنا يعمل. الاستاذ بقى راح ربط نفسه في حبل وقال وثقت بالله. ما هو ده بقى الثقه الغلط. عشان الناس يا اخوانا تبقى فاهمه، ما تثقش في الله وانت رابط نفسك بالحبل في الشجره خايف تغرق. طب ما فين الثقه؟ انت بتضحك على نفسك يا عم الحاج، والله بتضحك على نفسك. السمك هيجرجر الشك هيرجيش. لا، نثق في الله وننزل. عندنا ثقه في الله انه يفرجها. والله العظيم انا عند حسن ظن عبدي بيه. هو ربنا حكم على نفسه بكده يا اخوانا، قال انا عند حسن ظن عبدي بيه. يعني انت عندك حسن الظن بالله، ربنا مش هيخيب ظنك. لا، هو ربنا قال كده على نفسه. ما فيهاش، ما تقلقش، بس يبقى عندك حسن ظن بالله. بلغت ال60، بلغت ال50، بلغت ال40 وانت لسه مش عارف تعمل حاجه، اشتغل واتعب ويبقى عندك ثقه في الله، لانه هيديك دلوقتي او بعد كده. ممكن تعجز يبقى عندك 50 60 70 سنه وتلاقي ربنا ادى لعيالك اللي كان هيديهولك، وتلاقي عيالك معيشينك حياه ما حصلتش. ها؟ مش ده حاجه ثقه في الله؟ فهو ده يا اخوانا والله الوضع اللي احنا فيه والظروف اللي احنا فيها لازم نثق في الله. لازم الثقه تبقى عاميه، عارفين ان ربنا هيسترها، عارفين ان ربنا هيكمل علينا بالستر وبالخير. بس ارضوا. انا واثق فيك يا رب، وعارف ان مفيش حاجه هتحصل لي حتى لو. وخلي بالك لو ربنا عمل حاجه يعني ابتلاك، ده والله عشان ربنا يغفر لك او يرفع لك درجاتك في الجنه، او ربنا يشوف انت بتتكلم بجد عندك ثقه فيه ولا لا. اوعى تفتكر تقول انا عندي ثقه في الله. لا، ما ربنا لازم يحط لك شويه حاجات كده في طريقك. ما انت يعني هتخش جنه بلوشي؟ هتقعد في قبر يا باشا وقبرك يبقى روضه من رياض الجنه بلوشي؟ لا، ما ربنا برضه لازم يحط لك شويه حاجات يضيقها عليك. مراتك تبقى عيانه، ايه عندك ابن عيان، انت تبقى مريض، الظروف ما هو ممكن يكون معاك ملك بار قارون،
بس الظروف كلها ضدك، او في عندك مثلا حاجه، أو عند عيلك او بتاع، تقول انا اصرف مال الدنيا عشان عيلي يبقى كويس. لان خلي بالك ربنا قال للشيء ايه؟ ها كن فيكون. ها معايا؟ ربنا قال للشيء كن فيكون. ربنا لو عايز يخليك بس انا عايز اسالك سؤال. هو مش ابنك بيدرس، او انت درست، او انت يا حاجه عندك ما دخلتيش مدرسه بس عيالك بيدرسوا؟ هو حد بيخش ينجح الا لما بيحل الامتحان؟ هو ربنا كده. مش فاكرين الثلاثه اللي اتحبسوا في كهف، وكل واحد كان عنده ثقه بالله وقال انا عملت شيء لله هقوله يمكن ربنا يفرجها علينا. كل واحد قال كان ربنا بيفرج الصخره شويه بشويه لحد ما خرجوا. الرزق هيجيلك. عارف الراجل اللي هو ما كانش مصدق ان الرزق بتاع ربنا عمل ايه؟ راح في كهف في حته مقطوعه وضلمه، ودخل قاعد فيه. قام يشاء القدير ان الدنيا تنطر وقافله تعدي ويدوروا على مكان في حيز كبير ما يقولوش الا الكهف ده. يخشوا يدوروا يلاقوا الراجل قاعد عامل كده، يقولوا ده الراجل باين عليه هيموت من البرد. يغطوه، يجيبوا له اكل. الراجل مش عارف ياكل. طب نعمل له اكل سهل البلع، مش عايز، وما بيردش عليهم. في الاخر فتحوا له بقه بالعافيه ودخلوا له الرزق بتاع ربنا. يعني هيجي لك رزقك حتى لو انت هربت منه. هي الفكره ان احنا نصبر يا جماعه، نصبر. نصبر ما نطهقش من حياتنا. انا عارف هو مين يا عم اب ولا ام ما بدتش في مره من الغلابه اللي زي حالتنا دمعته على خده عشان مش عارف يوفق. اقسم بالله انا كنت جايب تليفون وبنتي كان عندي ولسه شاريه وجايبه مش عارف باين عليه قسط. ما كانش معايا جنيه في بيتي اجيب لي بنتي العلاج، وجالي ضيوف. اتصرف ازاي؟ ربنا كرمني ان انا كنت جايب التليفون قسط. ربنا يعني شاف ان انا في اليوم ده ممكن احتاج، خلاني اجيب تليفون قسط واروح ابيعه. بعته بقى، قال لي بقى بترابي الفلوس. بس كان عندي الفلوس والله ملايين الدنيا. بقيت مبسوط قوي، حاسس ان انا الارض وما عليها ملكي. فكلنا بنتعرض للظروف، بس احنا بنحبك يا رب. لا احنا واثقين فيك بقى يا ربنا، هتراضينا وهتكرمنا. امتى؟ دي بتاعت ربنا. ماشي. وهنقول الكلمه اللي انا قلتها من شويه لاخر مره ليكوا يا جماعه عشان ما تتعبوش من الفيديو. يعني انت كويس بس ما بتعملش حاجات ايه ترفعك درجات في الجنه. ربنا يبتليك، انت عندك ثقه بس ربنا يخليك تبقى مبتلى باشياء علشان يرفع درجاتك. انت مش عايز تتجنن. خلي بالكم ما تزعلوش من الدنيا، ما تزعلوش من الدنيا لان انتوا مش فيها. احنا من زمان مكتوب لنا هنعيش امتى ونموت امتى عند ربنا. فحبيبي ما تتضايقش. هتتضايق ان عيالك والله يبقى اقل الاشياء. صدقوا تؤمنوا بالله. كمان مره تصدقوا تؤمنوا بالله. انا مره حصل لي موقف غريب جدا. ماما مشيت، الله يرحمك ياما. كنت عيل صغير وماما مشيت وانا واخواتي قاعدين في البيت مفيش اكل. فطلعت اجري ورا ماما، كانت الدنيا بتمطر. اجري عشان الحقها عند المواصلات. وانا بجري لقيت 15 قرش واقعين في الارض. والله رحت واخدهم ورحنا وجبت جبنه او جبت فول ومش عارف ايه والله ال 15 قرش كانوا بتوع ماما وقعوا منها. شوفوا العظمه بتاعت ربنا. وقع منها ال 15 قرش عشان انا الاقيها، عشان هي يبقى نسيتي ان احنا يا جماعه احنا لازم نستحمل. ما هنعمل ايه؟ والله طول ما انتوا عارفين ان ربنا بيعمل كده عشاننا هنبقى مرتاحين قوي، مرتاحين قوي. ثق في الله. ولا ثق في الله يا عم الحاج، ثق في الله يا ست الحاجه. والله لا ربنا هيظبطكم وهيرضيكم وهيكرمكم وهينعم عليكم. يا ناس ربنا كرمها ونعم عليها. حد حماه ماله من الموت؟ ايه؟ محدش. بيوقف ساعة عن الموت؟ ما بيوقفش. الشقق والعمارات بيوقفك تنزل والله بلفة بيضة وحتة قطنة وشكرا. لازم نثق في ربنا. شو اللي خلقنا؟ امال ايه؟ هو بيحبنا قوي. السلام عليكم.